ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل لكم فيديو بسيط كده وسريع، يعني وما كانش لا على البال ولا على الخاطر. العيال صحوني من النوم قبل الفجر بساعة كده تقريبا. قومي يا ماما، اقوم ايه؟ في ايه؟ خضتوني. قومي بسرعة. قلت لهم اقوم بسرعة في ايه؟ قالوا لي في صوت حاجة كده بيتكركب في المطبخ. قلت لهم ايه اللي بيكركب قمت طبعا مخضوضة، قلت ايه، فار يعني ولا ايه؟ وانا بترعب من الفيران. قمت ادور في المطبخ، ابص شمال يمين، في ايه يا ولاد؟ فين الكركبه؟ قالوا لي لا احنا بنضحك عليكي. قلت لهم انتوا طلعت فيهم بقى بهدلتهم. قلت لهم انتوا بتستعبطوا؟ بتصحوني من النوم كده بالخضه دي تقولوا لي في حاجه بتكركب في المطبخ؟ افتكرت حرامي، افتكرت فار. قالوا لي لا لا مفيش حاجه، بس احنا عايزين ناكل. قلت لهم طب ما تاكلوا، ايه المشكله يعني؟ انتوا بتصحوني انا عشان انتوا تاكلوا؟ عندكم التلاجة في جبنه رومي وفي جبنه قديمه، في فول، اعملوا فول بطماطم، في عجينه طعميه، طلعوا واعملوا، وعندكم العيش طلعوه وسخنوه. قالوا لا احنا مش عايزين ناكل الاكل ده، احنا واكلين كشري ومش قادرين. قلت لهم مش بصوا قبل الفجر بساعه، قلت لهم مش قادرين ازاي يعني؟ قالوا لا احنا عايزين ناكل لحمه. قلت لهم هو ايه الافتراء اللي انتوا فيه ده؟ لحمه؟ ما انتوا لسه واكلين في العيد لحمه، يعني ما شاء الله الاربع ايام العيد واكلين لحمه. وعامله لكم فراخ بانيه. قالوا لي لا، قالوا لا احنا لسه واكلين كشري. اليوم ده فعلا احنا اتغدينا كشري. قلت لهم طيب ماشي، بنكسر يوم يعني، يوم لحمه يوم كشري. يعني ايه، خشن النعم لا يدوم. يعني حاولوا كده ايه، شويه كده وشويه كده، عشان تتعودوا برضو ان انتوا ايه، مش على طول اكل حلو. واحده فيكم تتحط في الظروف، مثلا جوزها حالته الماديه تعبانه بتاع، تعرفوا تعيشوا يعني، تقدروا تاكلوا عدس، تقدروا تاكلوا كشري. لازم يعني ايه، يوم كده ويوم كده. قالوا لا ده القصص دي بقى بعدين ومش بعدين، احنا دلوقتي في الاكل، احنا عايزين ناكل لحمه. طلعي لنا لحمه. قلت لهم لا انا ما اقدرش اطلع لحمه دلوقتي واقعد افكها واقعد اسلق لحمه واقعد جنبيها ساعتين. ازاي يعني؟ المهم من هنا لهنا، اسهل حاجه لقيت نص كيلو لحمه مفرومه، طلعته بشرت عليه البصل زي ما انتم شايفين قدامكم كده. حطيته على النار، قلت اعمل لهم ايه، حواوشي وشويه بطاطس محمره. وكنت جايبه مخلل بقى تحفه، مخلل بصل ومخلل جزر، كنت جايباه حلو قوي. وجايبين ايه بقى؟ هم جايبين لترين بيبسي، وما شاء الله مخبيينها مني، لان انا قايله لهم لا كفايه بقى، انتوا بتشربوا ايه حاجه ساقعه كتير. فعقبال بقى ما طلعته بشرت البصل زي ما انتوا شفتوا، وعصقت اللحمه. وجبت طماطم، قلت لهم لا اشتغلوا بقى معايا. واحده فيهم قعدت تقطع الطماطم، وجبنا شويه طحينه، وبدانا نعمل العيش باللحمه. وفتحت العيش زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي اهو. انا طبعا ما بصور لكوش كل حاجه عشان الوقت طبعا كان ايه بالنسبه لي ده، خلاص يعني الفجر هيدا، المفروض نصلي الفجر وننام يعني. بس يا ستي، فعملنا ايه بقى بعد كده؟ قلت لهم بقى ايه، خلوا بالكم انتوا كده كلتوا لحمه النهارده، بكره مش هتاكلوا لحمه. انتوا مش معقول كل يوم بقى هكفي انا بقى لحمه وفراخ، ومش هينفع كده. قالوا خلاص يا ماما ما تعمليلناش ايه، لحمه. قعدت بقى عملت العيش باللحمه وخلصته واقول لكم يعني ايه، الفجر كان بيتن عليا وانا عماله ايه احمر في العيش باللحمه. وحمرت لهم بطاطس، قشرتها ونقعتها في الملح وحمرتها وطلعت المخلل زي ما قلت لكم. وبعدين ايه، لسه هكمل لكم ما تقلقوش، لسه اصبروا. نخلص بس الحته بتاعت العيش باللحمه دي عشان ايه، يعني ايه ما يفوتناش حاجه. بصوا العيش بيتفتح معايا بسهوله خالص. ليه بقى؟ لان العيش ده انا ببقى بجيب كميه كبيره، يعني اول الشهر كده بروح اجيب مثلا ب 300 جنيه عيش. بسيبه بقى في الفرن، بخليه بقول له طلعهولي على البتاعات اللي هي المربعات دي، اللي هي اسمها اللي ايه، القفص دي ولا ايه؟ اسمها القفص، مش عارفه اسمها ايه بجد. بس بيطلع لي بقى العيش كله عليها. وبسيبه مثلا ايه بتاع ساعه كده. اسيبه بقى لما ينشف خالص كده عشان ما احطوش في الكيس ويلزق في بعضه. وبعد كده بروح البيت، بفرده برضو كده تحت المروحة شوية. وبعد كده ببدأ بقى ايه ألمه واحدة واحدة كده في اكياس، واربطه واحطه في الديب فريزر. باجي اطلعه بقى بيفك كده على طول. بس والطحينة دي برضو شكلها كده خلصت، برضو اخر معلقة طحينة. مش عارفة بيخلصوا الطحينة بين بيحطوها على الفول ولا ايه، وانا نايمة برضو. مش عارفة، هي كل حاجة بتتعمل وانا نايمة. انا بصحى الاقي الحاجة خلصانة يعني. بس الطحينة مش كتيرة، بس مش مشكلة بقى، هعمل بيها وخلاص. بس طلبت بقى من واحده منهم، قلت لها اعملي لي بقى، اغسلي الطماطم وقطعيها. جابت بقى الطماطم، بصوا يعني ما اقول يعني، طب انتي عايزين طماطم عشان نقطعها على اللحمه، المفروض تنقي طماطم جامده، نقيه لي طماطم بصوا مفعصه عجينه كده.
وتقولي هي دي اللي موجودة. طب يا بنتي ما الطماطم عندك في طماطم جامدة. المهم قطعت لي، شايفين منظر الطماطم اهي. هقلبها بقى تقليبة كده وابدأ احطها في العيش. لا محتاجة طماطم تاني. بص احنا كده عملنا ايه بالظبط، 8 ترغيفية، كل واحد رغيفين. انا طبعا مستحيل اكل يعني دلوقتي، بس هبدأ احط بقى كده في العيش. بصوا بقى انا مخلصة الاكلة دي بعد الفجر يعني، تقريبا كده بساعة. خلصت بعد اذان الفجر بساعة. قعدوا بقى يتحايلوا عليا، يا ماما كوري معانا، يا ماما مش عارف ايه. قلت لهم لا انا اساسا عامله دايت وما اقدرش اكل الاكل ده. بس في الاخر مش هضحك عليكم، في الاخر كلت يعني. منظر الاكل بقى والبيبسي والبطاطس المحمره والمخلل بقى، بصوا تحفه، تحفه بجد. كلت. كلت ايه، قلت ايه هاكل رغيف واحد كده. قعدت بقى وقاعدين يتكلموا ومش عارفه ايه، وكانوا جايبين مسلسل رايه وسكينه، وقعدنا نتفرج على المسلسل. قعدت كلت، بصيت لقيت نفسي كلت الرغيفين. ما بقتش قادره بقى يعني، الواحد قام صلى الفجر بالعافيه. بصوا كده اهو. كده احنا خلصنا العيش، عملته كله. هبدأ بقى اجيب الصاج بتاعي. انا طبعا انا في الاول كنت بعمله في طاسة، بس الطاسة بقى عشان اقعد كل رغيف اقعد احمص فيه واقلبه على الناحية التانية يعني ممكن نقعد لبكرة. فانا عملت ايه بقى، رحت جايبه صاج كبير عشان احط فيه مثلا 4، وده الصاج قدامكم اهو. هحط فيه بقى شوية زيت. بصوا ماما لو شافت الفيديو ده وشافت كمية الزيت اللي انا بحطها والزبدة بجد، هتقولي انتي هتموتي نفسك. انا بحب احط زبدة وزيت كتير. بحس الاكل كده بيبقى طعمه كده فظيع يعني بصراحة. كل ما تكتري سمنة كل ما الاكل يبقى في حتة تانية يعني. تهدي بقى على النار عشان ينشف كده. بصوا انا بحب العيش باللحمة ده يعني ايه، محروق شوية، ما بحبوش يطلع ابيض كده، عشان بحبه ناشف. بصوا ولعت على البطاطس الناحية التانية، وبدأ اقول له عليهم واقول لهم حرام عليكم يعني، واحدة نايمة في عز نومها كده تصحوها على خضة الفار طبعا، وبعد كده تقعدوا تقولوا لي بقى اكل ومش اكل. يلا بعد كده بقى هحط البطاطس بشكل الزيت كده اتقدح. بصوا المطبخ اللي كنت مخليه زي الفل طبعا اتقلب. يا ريت بقى ما تنسوش اللايك عشان ايه الفيديو ينتشر يعني. بصوا كده. اه كده خد لون حلو قوي. ده لونه حلو كده. واحده فيهم بتقول لي هاتي واحد يعني هتاكلي دلوقتي، طب ما تصبري كل واحد ليه اتنين، هنخلص ونقعد وناكل. عيال مفتريه بجد. بصوا انا كنت عايزه اخد رايكم في حاجه. انا كنت واخده من ماما الرجل اللي انا كنت قلت لكم عليها دي. فماما كانت حطاها في الديب بقالها مثلا كده من ساعه العيد، لا يجي اسبوع كده تقريبا. فمش عارفه الرجل ما شالش منها الراجل الجزار، ما شالش منها اللي هي بتاع الضوافر دي. بس انا قرفانه منها قوي، شفت شكلها كده لقيت الضوافر كده شكلها كبيره. مش عارفه بصراحه، قرفت منها قوي. فقولي لي رايكم، اتحطت كده في اسبوع برن على الجزار ما بقي قافل تليفونه ولسه ما اشتغلش. فمش عارفه اعمل ايه. يعني ماما نضفت منها جزء باقي فيه شويه كده فيهم شعر، بس الشعر ده لونه ابيض، ما اعرفش ابيض ليه يعني. فهل بعد اسبوع ما اطلعها من الديب كده يعني هتتعمل هتبقى حلوه، ولا منظر الضوافر بصراحه بشع قوي. ايه القرف ده. بس انا بموت في الكوارع، بحبها جدا. وما بحبهاش بقى الافتكاسات اللي هي في برام لا بحبها ملظلظه كده ومحطوطه جوه الشوربه، و... وتكون حتت كده كبيره، بحطها بقى في حله الضغط لحد ما تبقى ايه، يعني بصوا مهريه كده.
بس بعمل جنبيها فتة بقى، والفتة ما اقولكوش بالخل والثوم، لازم اعمل لكم فيديو بالرجل دي. انا كنت جايبه في العيد برضو، ما اعرفش بقى ان ماما هتديني الرجل دي، فانا قلت ايه، كان العيال نفسها في الكوارع قوي، فروحت السوق قلت ايه هجيب كوارع، فقلت لماما ايه يا ماما انا ما اعرفش، انا ما بعرفش فيها قوي. قالت لي خلاص ايه انا هاجي معاكي انقي لك الكوارع. طب بقول لكم ايه، انا القصه دي مش هحكيها لكم في الفيديو ده، عشان القصه دي قصه جامده قوي، انا هحكيها لكم في الفيديو الجاي. تمام، فكروني بس بالكوارع دي واللي ماما عملته فيا. بجد ماما عملت فيا فصل فظيع قوي قوي. ماشي، فمش عايزه احرقه في الفيديو ده. خلينا بقى في البصل. مخلل البصل، وده مخلل جزر على خيار على فلفل. المخلل ده انا بجيبه من سبنس، بصراحه تحفه ونضيف جدا. بصوا انا بخلي المخلل، المشكله بخلل مثلا الجزر بيبقى كميه كبيره، بتقعدي تاكلي جزر جزر بتزهقي. تيجي تخللي خيار، بتزهقي، يعني انت بتبقي عايزه تشكلي خياره على جزرايه على بصلايه. لو عملتي بقى برطمانات لكل ده، الحاجه بتبوظ بسرعه يعني، وبالذات في الحر ده. فانا بستسهل بقى بصراحه، بقول يعني ايه اجيب مثلا ايه، يعني التشكيله دي جايباها ب 30 جنيه، والبصل لوحده كان تقريبا 25. فعادي يعني، بقول مش مشكله، حاجه بقى بتبقى طازه ونضيفه، لا هي مش نضيفه قوي يعني بصراحه. بس كده، وده بقى العيش باللحمه. كل ما انوي اعمل دايت يبوظوه. بصوا بقى تاني، ده انا ما قلتلكوش بقى تاني يوم انا نمت بقى. بعد القصه دي نمت، صحيت من النوم بقى لقيت ايه، بنتي الكبيره عامله ايه، مطلعه فراخ بانيه صدور، ومقطعاها وعامله لها خلطه وحطها لي في التلاجة ليه، عشان نعملها النهارده. بصوا اصدم يعني بجد، بيفتروا عليا قوي، يعني الله يسامحهم بجد. بس ايه رايكم بقى في الاكل؟ ايه رأيكم في العيش باللحمة التحفة، والبطاطس والمخل؟ بصراحة انا عايزة اكل، بصراحة انا جوعت. بصوا بقى البيبسي ده بقى اللي بيكمل الاكل بقى، بيبقى 10 على 10. بس بصوا اللي يمشي ورايا في الاكل بجد مش هيخس. باي باي.